وبعدين خدوا بالكم ان في قاعده: من لا يتكيف يموت. ما فيش هنا فصال. النبات او الحيوان الذي يعجز عن التكيف والتأقلم تكون نتيجته ايه؟ الانقراض والموت. رجال السياسه والحروب استفادوا من الحكايه دي. الهند ازاي هزمت انجلترا واخرجتها من الهند وهي بلد فقيره وضعيفه ولا عندها سلاح ولا ايام غاندي. الغاندي ابتكر اسلوب غريب قوي، قال لك الصمود والمقاطعه السلميه وايه المقاطعه الاقتصاديه. بيقول الانجليز لا نشتري منكم ولا نبيع لكم. هو مش بيحارب، لكن هو قال لك انا مقاطعه سلميه. احنا الحرب بتاعتنا هتكون ايه؟ حرب اقتصاديه، بس احنا مش هنشتري منكم ولا نبيع لكم. دي الحكايه دي توجع الاستعمار جدا، لان عصب الاستعمار هو ايه؟ هو الاقتصاد. ده هو نزلوا الهند عشان ايه؟ مش عشان سوق يبيعوا فيها. فالعصب بتاع الاستعمار هو المال والاقتصاد والبيع والشراء والسوق. فلما كل الهنود يقولوا لا مش هنشتري منكم، لا نشتري منكم ولا نبيع، هي عافيه. فكانت النتيجه ايه؟ انجلترا خرجت من الهند بحالها واستقلت الهند. ده اسمه ايه ده بقى؟ تكيف. الراجل تكيف مع ضعفه، هو ما عندوش هيعمل مع القوة البريطانية والامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس والمدافع ويا خبر، وهو غلبان عريان ولابس مش عارف حتة فانيلا ولا ايه. قال لك والله انا ما انا اعملوا اللي يعجبكم، بس انا لا هبيع ولا هشتري منكم خالص. فنجح، تكيف مع الوضع. الانسان لازم يكون ذكي. الإنسان لازم يكون ذكي ويتكيف ويتأقلم حسب ظروفه. الفقير برضو عنده وسيلة، ممكن يكتفي بالجبنة القريش والخبز الأسمر والفول والعدس ويبتدي يتعلم ويأهل نفسه عشان يحسن وضعه الاقتصادي. ما هو ده تكيف برضو. تكيف. التكيف يا إخواني هو الفرق بين الحي والميت، بين الذكي والغبي، بين من يقدر له الاستمرار وبين من يقدر له الفناء. الجواز الناجح تكيف، التجارة الناجحة تكيف، الإدارة الناجحة تكيف. ده السر يا إخواني، لو عرفنا السر ده هننجح. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الدنيا جنة. ربنا خلق الدنيا معاناة ومصاعب ومشقات، وهي ابتلاء للإنسان والحيوان أيضا. ليه؟ لاستنفار الطاقات الحية جوه الحيوان والإنسان، استنفار الذكاء الحيواني واستنفار الذكاء الإنساني. وربنا سبحانه وتعالى ألهمنا بحل لجميع المشكلات، وهي التكيف. مشاكل الحياة هي إيه؟ هي بيئة ومصاعبها ومشقتها، حر وبرد وجفاف ومجاعات وحروب. الحل ايه؟ التكيف. طيب قدام هذه المصاعب، ما احنا اعترفنا بقى ان ربنا خلقها بالفعل مش جنة، خلق الدنيا مصاعب ومشقات. طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه؟ الحيوان الضعيف هيقاتل بالتناسل، بالاكثار من التناسل. الدودة بتخلف قد ايه؟ آلاف ملايين في العمر بتاعها، بينما كل ما تلاقي الحيوان يبقى أقوى وأكمل يبقى نسله أقل، لغاية ما نوصل للأسد والنمر والأفيال بتخلف كام؟ 6 7 8 إيه بس في الحدود دي، يعني آحاد، والإنسان أقل. فكل ما ازدادت قوة الكائن بيقل نسله، لما الحيوان الضعيف بيستعمل نسله سلاح، يقاتل بنسله. فده نوع من التكيف، تكيف مع الضعف. طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه غير انه يقاتل بنسله؟ يستخبى. فطلعت مسألة التخفي والتنكر وفنون التخفي وفنون التنكر، وشفنا منها انواع. اليرقة اللي شكلها زي ورقة ميتة، واليرقة اللي تبص ما تقدرش تميزها من البيئة، والورقة اللي زي غصن مش عارف بيعمل ايه ما تقدرش تميزها من اي غصن. طيب الحيوان الضعيف يعمل ايه كمان؟ يقاتل بالسموم
ومدفعية السموم، وشفنا الحكاية دي في الضفدعة اللي عندها صيدلية سموم تقاتل بيها، ومعمل للمركبات الكيميائية القاتلة والمخدرة، وأيضا التعبان، وأيضا العقرب. كل دي وسائل تكيف بالنسبة للبيئة المعادية والحروب اللي اتفرضت عليه. طيب نتكلم برضو على النبات الضعيف ويعمل ايه. نخش في حكاية النبات. بتوصل بالنبات ان هو بيصنع مبيدات حشرية جواه، ويصنع غازات سامة عشان يعمل ايه؟ يقاتل الحشرات. طيب وفي الغابة اللي هي كلها ظل نتيجة الايه؟ الاشجار العالية والفروع الكثيفة المتشابكة، اذا مشيت في الغابة ما تلاقيش بقعة شمس. طيب النبات الضعيف اللي محتاج للشمس يعمل ايه؟ يبقى متسلق، يبقى نبات متسلق، يقعد يتسلق يلف يلف كده حوالين الشجر لغاية ما يطلع فوق ويحصل الشمس. وممكن يعمل اكتر من كده، يبقى متسلق متطفل، يعني يخرق اللحاء ويدب ايه المصاصات بتاعته، يمص الايه العصائر اللي في الاشجار جاهزة، يشربها على الجاهز، مش محتاج بقى لانه يشد بالجذور وحاجات ومحتاجات. ده نبات متسلق متطفل. كل دي حيل وانواع من المكر وانواع من الايه التكيف مع بيئة صعبة. والنبات ضعيف، النبات ضعيف. طيب يعمل ايه كمان؟ توصل بيه المسألة والمشكلة في بعض انواع البيئات ان هو يعمل مصيدة للحيوانات ويأكلها. طبعا شيء غريب جدا، نبات يصطاد حيوان ويأكله. مثلا النبات يتحول الى كوز كده، وهذا الكوز املس جدا من جوه بوجود مادة صابونية فيه، واذا دخلت حشرة هتتزحلق ما تقدرش تطلع فتقع في المية اللي متكومة في الكوز. والمية دي عبارة عن ايه؟ خمائر ومواد هاضمة، فتتهضم الحشرة، تتهضم وتمتص. مثلا نوع تاني من النباتات بيخلق فقاقيع وحوصلات كده، والحوصلة باب اللي يخش يقفل عليه ما يتفتحش، باب سحري كده، تخش اليرقة فيتقفل الباب ما يتفتحش وتتهضم وتمتص، وتفرز عليها ايه؟ مواد هاضمة، والنبات ياكل الايه؟ الحشرة. نبات يصطاد حيوان وياكله. ربنا يسر له حيل غريبة قوي، لان ما دام البيئة مش لاقي فيها اكل، انا هعمل لك وسائل وهخليك تصطاد، وحولك الى فخ والى شراك خداعية ممكن تصطاد بيها الحشرات وتاكلها. شيء غريب. الحيوان الضعيف يبقى حلال عليه بقى انه يستعمل المكر والحيل قدام قوة هائلة وحيوانات قوية هتلتهمه. وده بيدينا درس برضه، زي ما قلنا مرة يدينا درس للسياسيين، كيف نتغلب على أقوياء مسلحين وعندهم اقتصاد وعندهم. قال لك لا، الحيلة، المكر، الصمود والصبر، دي كلها دروس في حاجة اسمها التكيف. وزي ما قلنا من لا يتكيف يموت، من لا يتأقلم يموت، مفيش حل غير كده.